توجد العديد من المشاريع الزراعية وتربية الماشية في العراق التي يمكن أن تكون مربحة، والاختيار يعتمد على عدة عوامل مثل الموقع، الطلب في السوق المحلية، تكاليف الإنتاج، والخبرة المتاحة. وفيما يلي بعض الأمثلة على مشاريع تربية ماشية يمكن أن تكون مربحة في العراق. تربية الأغنام. تعد تربية الأغنام من الأنشطة الزراعية الشائعة في العراق، حيث يوجد طلب كبير على لحم الخروف في السوق المحلية. يمكن تربية الأغنام في مناطق مختلفة في العراق، ويمكن أن تكون مربحة إذا تم التخطيط الجيد للرعاية الصحية والتغذية والإدارة الجيدة للمشروع. تربية الدواجن. يمكن أن تكون تربية الدواجن مثل الدجاج والبط والرومي مشروعا مربحا في العراق، حيث يوجد طلب متزايد على منتجات الدواجن في السوق المحلية. يمكن تربية الدواجن في مساحات صغيرة، ويمكن أن تكون العائدات سريعة إذا تم تنفيذ الإدارة الجيدة والرعاية الصحية المناسبة. تربية الأبقار. تعد تربية الأبقار مشروعا مربحا في العراق، حيث يوجد طلب على منتجات اللحوم والألبان في السوق المحلية. يمكن تربية الأبقار لإنتاج لحوم البقر والحليب، ويمكن أن تكون العائدات مجزية إذا تم توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة. تربية الأسماك. يمكن أن تكون تربية الأسماك مشروعا مربحا في العراق. توجد في العراق العديد من المواقع المائية المناسبة لتربية الأسماك، مثل الأنهار والبحيرات والسدود. تربية الأسماك يمكن أن تكون مربحة إذا تم التخطيط الجيد للبنية التحتية المائية والإدارة الجيدة للتربية والتسويق الجيد للمنتجات. تربية النحل. تعتبر تربية النحل مشروعا مربحا في العراق، حيث يوجد طلب على منتجات العسل ومنتجات النحل الأخرى في السوق المحلية. يمكن تربية النحل في مختلف المناطق في العراق، وتكون الاستثمارات الأولية معتدلة نسبيا. يرجى مراعاة أن تحقيق الربحية في أي مشروع يعتمد على العديد من العوامل المحلية مثل الطلب والعرض، التكاليف، الإدارة، والتسويق. ينصح دائما بإجراء دراسة جدوى متأنية والتشاور مع خبراء محليين ومربين ذوي خبرة قبل بدء أي مشروع تربية ماشية في العراق أو في أي بلد آخر.